أعطيكم مثال تقريبي على حرب النفس مع الشهوات تشبه بحد كبير هذا الماء. كما تشاهدون إذا لم يقم المسقي بإدارته والسقي فإن الماء سيهلك الزرع ولن يستفيد منه أي شيء. لن نستفيد أي شيء. النفس إذا تركناها لملذاتها ولشهواتها ستلحق الشهوات والأشياء الجميلة والراحة والفهنة وستوردنا المهالك. لكن إذا سيطرنا وجاهدنا وقدناها نحو الخير والصلاح فستكون نفوسنا وسنكون إنسانا جيدين ومفيدين لأمتنا ومجتمعنا. فسيطر على نفسك تكن إنسان